الفضيحة التانية، عيب يا حسين يا كشري لما تكون متفق مع الراجل اتفاق رجالة ويقول لك هنأجل الماتش ساعة ولا اتنين وتكون موافق لحد اما نجيب طقم الحكام الأجانب اللي انت كنت رافض المصريين وعملت مؤتمر قبلها بكام يوم وقلت انا مش عايز حكام مصريين وادوا الزمالك العدالة التحكيمية وهتلاقونا رابع وخامس الدوري. فانت كنت رافض حكام مصريين ولما جبنا لك حكام أجانب من فلوس النادي كنت موافق. لكن اول ما جالك تليفون من بيراميدز وقالوا لك مشي الماتش في ميعاده وهنعرقك، سبت الكلمه اللي انت كنت مديها للراجل وقلت لا العب الماتش. اسمع بودنك اسمع بودنك. انا والله العظيم ثلاثة حزين على نادي الزمالك، بقيمه نادي الزمالك انه يبقى عنده مجلس اداره بالخبث والوساخه دي بجد والله. اصل جمهور الزمالك لا حول ولا قوه، هيعمل ايه؟ جمهور الزمالك متشعبط في اي حاجه يعني. هو كانوا عملوا ايه المرتضى لما كان بيطلع ويشتموا؟ ما عملوش حاجه يعني. جمهور الزمالك بالنسبه لي لا حول ولا قوه يعني، ما فيش منه امل يعني. كده كده مسلمها لله. ايه يفرحوا بجون، ايه يفرحوا ببطوله كاس، يفرحوا باي حاجه من الحاجات التعبانه دي. لكن للاسف صوتهم مش مسموع في ناديهم يعني. لما يبقى رئيس ناديهم يقعد يتفق مع ده ويخالف لده وفلوس هي اللي تمشيه، يبقى دي النتيجه. اسمع بودنك. تم الاتفاق على تأجيل المباراة ساعتين لحين وصول الطاقم السعودي، وتراجع الكابتن حسين لبيب. هو هنا شعر ايه؟ المسألة فيها مؤامرة. تاني حاجة، أبلغ الكابتن محمود الخطيب إن الناس جاية، وهبعت لك الصور من المهندس أنا بريد وده موجود على واتس الكابتن. هتقول لي عرفت ازاي؟ هقول لك ان الكابتن حكى مع كل الناس اللي في النادي. طبعا مفيش وساخه اكتر من كده بجد والله العظيم. بنتعامل مع شويه عيال يعني، لما نكون متفقين على حاجه ونرجع فيها دي شويه عيال بس. حلال فيك اللي بيحصل والله العظيم ثلاثة. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده يا جماعه مش من شويه، ده ذنب كهربا، على ذنب الراجل اللي انت اديته كلمه وخالفتها، على ذنب الفلوس اللي انت رحت خدتها من بيراميدز. بص، كل حاجه بتحصل في الزمالك اليومين دول حلال فيه والله العظيم ثلاثة. نرجع بقى للاكذوبه تحت الاهلي بيكسب كل حاجه بالحكام. يا جدع ده الاهلي هو اللي بيحارب عشان يجيب حكام اجانب وانت اللي مش عايز. ده الكلام اللي انت تقعد تضحك بيه على الجماهير بتاعتك، على الناس اللي حواليك. لكن في ناس الحمد لله فاهمه وعارفه. انت لما تكون عامل مؤتمر مش عايز حكام مصريين وانا اقول لك جبت حكام اجانب تقول لي لا انا عايز مصريين، يبقى انا هنا لازم اشك. عرفت ليه انت ليه فاشل في افريقيا؟ عرفت ليه انت مش عارف تطلع بره دايره الدوري المحلي وتالت الدوري المحلي ورابع الدوري المحلي؟ اسمع يا حبيب اسمع. ومين اللي قال عاوزين رئيس لجنة حكام اجنبي؟ النادي الاهلي. ده اكتر حد مش هم كان دايما بيقولوا الاهلي بيكسب بالحكام؟ طب لما انا بكسب بالحكام بطالب بحكام اجانب ليه؟ ما- في ماتش الاهلي والزمالك بتاع القمه ده كان مفترض مين اللي يجيب الحكام الاجانب عشان بيقول ان الاهلي بيكسب بالحكام؟ الزمالك. صح. ما جابش ليه حكام اجانب؟ قال لك معناش فلوس. معناش فلوس. اشمعنى معاهم فلوس للصفقات الاجنبيه؟ ليه الاهلي اللي عمال يحارب على الحكام الاجانب وانت مش ما بتحاربش؟ عشان انت عندك اطمئنان، عشان عندك سكينه، عشان في الدنيا ماشيه غلط. فلو الدنيا ماشيه غلط الاهلي بيقول مشوها صح. سبحان الله يا جدعان والله. احنا كل يوم والتاني عمالين نسمع فضايح عن المجلس ده ما انزل الله بها من سلطان. عرفتوا ليه يا جدعان؟ والله انتوا ربنا مش هيبارك لكم ولا هيكرمكم من كتر الحاجات اللي انتوا ما فيش حاجه شمال ما عملتوهاش. عارف اللي انت مثلا يقول له ايه، انا عملت كل حاجه غلط الا ان انا خنت. انت كمان خنت صاحبك ده. انت يا راجل ولا ليك كلمه ولا ليك عهد، والفلوس اللي بتمشيك ويعني عامل مشاكل في كل حته وهتتحبس وبايع ارض مش ارضك وصايف 800 مليون واخدهم ليك. انت مفيش حاجه ما عملتهاش يا زمالك حرام يعني. تقريبا انت هقول لك ايه، في كلام ما ينفعش يقول لك بالفيديو والله. وعايزين ربنا يكرمكم انتوا كل ده، وعايزين ربنا يكرمكم. ده انتوا بجحه لسه. استنى الجزء الثالث والرابع والخامس انا قاعد لك. ده انت في اجزاء تطلع والله العظيم ثلاثة. يعني مش عايز اقول لك، ده انا في حاجات كتير عديتها يعني. الحلقه دي بالذات فيها محتوى ممكن واحد يقعد يتكلم عليه اسبوع. خد بالك ان الراجل ما بيتكلمش كلام من الهوا، ده بيتكلم يقول لك ان كابتن الخطيب معاه رسائل موجوده. يعني الحاجات يا جماعه متوثقه يعني. الراجل مش هيطلع يكذب في حاجه زي كده يعني.